هذا الفيديو صراحة ما كنت ناوي اعمله ابدا، ولكن الشي اللي ما توقعته فيديو سفري اللي كنت عملته من قبل جاب اهتمام اكثر مما كنت اتوقع بكتير. فكتير ناس صارت عم تسألني شو صار معك، سافرت ما سافرت، واللي بيعرف اني سافرت شو تجميعتك الجديدة، احكي لنا عن الموضوع. فهذا الفيديو راح جاوب فيه على كل اسئلتكم. السلام عليكم، معكم عامر من قناة هاردوير ماركت. لا تنسوا تظبطونا باللايكات. وصراحة هالسفرة تيسرت بشكل غريب جدا. انا من عادتي، وهي عادة تعتبر صراحة سيئة ومو سيئة بنفس الوقت، بحاول احسب كل خطوة بخطيها، ولكن هالسفرية بالذات وصلت لمرحلة فيها كيف الامور مشيت بسرعة. خلص انا ما عاد حسبت اي شيء، خلص توكلنا على الله. موضوع الاجراءات مشيت بسرعة، وجاني القبول بشكل غريب بسرعة. كيف القصة مشيت صراحة ما بعرف. انا كل اللي عملته انه استخرت ربي ولقيت الامور تيسرت بسرعه، فتوكلت على الله وما عاد حسبت اي شيء ابدا. ركبنا بهالطياره من مطار برج العرب من اسكندريه، ووجهتي كانت بالاول على الرياض. نزلت على الرياض، قابلت قرايبيني، وبعدها مباشره كان عندي هدف واحد. عرفان حالي اذا انشغلت التزمت بالشغل، رجعت عملت التجميعه تبعي، عملنا السيت اب، رجعنا لشغل القناه، ما راح اقدر اعمل عمره. فمباشره بعدها طلعت على جده، ومن جده على مكه. وما فيني اوصف لكم شعور مجرد دخولك لمكة. بتحس يا اخي في روحانية غريبة اول ما تدخل مكة، شعور غريب يعني ما بعرف كيف بدي اوصف لك اياه. ويا سلام اول ما تشوف الكعبة لاول مرة، صراحة لها رهبة مو طبيعية. وهي انا اول مرة ادخل السعودية، لا عمري قبل هيك عملت حج او عمرة. يعني تجربة شيء رائع. تمنيت اني لو اقدر اروح على المدينة كمان بفرد مرة كنت كملت الموضوع، ولكن ان شاء الله بالمستقبل. الحمد لله خلصت عمرتي بمكة، وصراحة الله يطعمها لكل مشتهي. هذا الشيء الوحيد اللي بقدر اقوله. بعد ما خلصت العمرة قررت اني اروح استقر بالرياض، لانه هي كانت واحدة من الاهداف الاساسية يلي انا ناوي اعملها. نرجع نلم شمل العيلة شوي، اللي قرايبيني كتير بالرياض، فقلت لحالي خليني استقر بالرياض. طبعا اول فترة بتحسها فترة سياحة، انت شوي عزايم، شوي سيارين، منتزهات، هالكلام. ولكن وصلنا للمرحلة يلي خلاص هلا صار وقت لازم نرجع للشغل. وفيكم تقولوا انه رجعت بنيت السيت اب تبعي تقريبا من الصفر. هو ماله من الصفر 100%، وهلا بتعرفوا لما احكي عن قطع التجميع. هذا هو الشكل الحالي اللي انتم شايفينه. طبعا وللاسف مكان السكن هذا ماله مكان مستقر فيه، قريبا جدا رح يتغير. موضوع الاجارات هون بالرياض خربان بيت صراحه. الاجارات كثير غاليه، والله البلد كلها غاليه. يعني اذا بدك تقارنها بمصر اسعار كل شيء اغلى بكثير، بس ان شاء الله مع الوقت الله بيفرجها، الامور هي كلها بتنحل حال. الناس اللي عم تسال شو التجميعه الجديده يلي بنيتها، اكيد ما راح اجي اعمل هذا الفيديو الكن لا تشتروا فيه هاي اند حاليا وروح انا اشتري. يعني مو منطقي، بكون عم ناقض حالي انا. ففعليا انا ما اشتريت شيء جديد. لما قررت اني سافر من مصر، بعد كل القطع والتجميعات الاضافيه كانت بالنسبه إلي، وظلت التجميعه الاساسيه فرطتها واخذت الامور المهمه منها. اخذت المعالج والكرت والمذر بورد والتخزين والرامات، هدول كلهم اخذتهم معي. زاد شو الكيس، الباور سبلاي، التبريد المائي، الشاشه، هدول الامور تركته هنيك. شي بعته، شي اعطيته لاخي. يعني فعليا التجميعه تبعي حاليا فيها نفس الكرت الار تي اكس 3090 نسخه الاي في جي اي، نفسه مثل ما هو، على نفس المعالج الاي 9 12900 كي. وانا اذا تتذكروا اخر فتره لما عملت فيديو الرامات كنت جايب بورد زد 790 الطف برو، نفس البورد اخذتها. الرامات 32 جيجا بايت من اكس بي جي سرعه 6000، كمان نفس الرامات اخذتها. بالنسبه للتخزين كمان نفس الشيء، عندي 2 تيرا ب 2 تيرا، واحد كينغستون وواحد اي داتا، نفسهم ذاتهم. صراحه انا بالنسبه لي كان اهم شيء التخزين، بيانات اللي عليه جدا مهمه بالنسبه لي. بالنسبه للقطع الكبيره فهون صارت التغييرات. بالنسبه للمبرد، جبت افضل مبرد مائي جربته، واعتقد هو الافضل اداء بالعالم حاليا، هو الديب كول المستك 360 ملي. جبته النسخه اللون الابيض، والمراوح تبعهم ار جي بي. صراحه توصيل المراوح مستفز شوي، ولكن بالنهايه الشكل الجمالي حلو، شاشه جدا لطيفه، واهم شيء بالنسبه لي انه اداء المبرد جبار الصراحه. بالنسبه للباور سبلاي فكنت مجرب الاكس بي جي الكور رياكتور 2، وصراحه جدا جدا عجبني، وبالذات انه داعم للاي تي اكس 3.1. وهيك بيكون عنا كبل 16 بن، ففي حال اني راح اوصل اي كرت من الكروت الجديده ما راح اتغلى بتحويله والتوصيلات، مباشره 16 بن بالكرت. فجبت نفس الباور سبلاي ولكن جبته بنسخه اللون الابيض. فاكيد لاحظتوا اني عم حاول اعمل البلد تبعي بيضة، فكمان
كيسة جبتها باللون الابيض. الكيسة اللي جبتها هي ديب كول السي جي 580 كمان لونها ابيض، وهي الكيسة بتجي بدون مراوح، وبما انه المبرد المائي عنا من ديب كول مراوح ديب كول، فجبت كمان مراوح من ديب كول اسمهم الاف دي 12. طلعوا طقم صراحة كلهم نفس الشكل النهائي صراحة طلع جدا جميل، ولكن فيكم تقولوا انه لون المذر بورد ولون كرت الشاشة هن اللي نازعين الطبخة، كان قلب كله ابيض بابيض. ولكن حاليا مالي شايف قفزة الاداء الكبيرة، يعني كرت الار تي اكس 3090 اداؤه بين ال 4070 وال 4070 سوبر، فاذا بدي اطور يا بدي اطور لل 4080 يا لل 4090، واذا رح ادفع هالمبلغ الكبير، فمن وجهة نظري لا، استنى جيل ال 5000 هذا الشيء بيكون افضل لي، على الاقل بيكون دفعت ولكن اخذت قفزة اداء محترمة. فباذن الله غالبا مع المستقبل رح اغير المذر بورد ورح اغير كرت الشاشة، بحيث انه حتى الشكل الجمالي يكون 10 على 10. بالنسبة لباقي امور السيت اب اكيد ما حقدر اخذ الشاشات معي. الشاشة الجانبية هي من ديل 60 هرتز، من اسوأ ما يكون حرفيا، ولكن انا صراحة ما بتهمني الشاشة الجانبية، انا بيهمني بس شو افتح عليها فايلات المونتاج مشان اسحب وحط براحتي. بالنسبة للشاشة الاساسية فهي كنت رح اشتري شاشة انا صراحة، ولكن سمعت بموقع حراج هون بالسعودية لبيع القطع المستعملة وصحت لي هي الشاشة بسعر جدا جدا مميز، تقريبا نص سعرها جديدة. الشاشة اللي جبتها هي الايسر الفي جي 27 1 يو، شاشة صراحة ممتازة 2K 180 هرتز، واهم نقطة بالنسبة لي انها اي بي اس، فالوانها جدا جدا جيدة. صراحة الشاشة مو مقصرة معي باي شيء، اخذتها ب 550 ريال. بالنسبة لاسعار سعودية مثل هالشاشة بدك تجيبها بحوالي 1000 ريال او 1100 ريال، فتقريبا انا اخذها بنص حقها. بالنسبة للاكسسوارات كمان صار في شوية تغييرات. الكيبورد اكيد عرفتوا فيه لانه عملت عنه فيديو كامل، هو اليونزي الار تي 75، وجدا جدا مبسوط بشروتي لهالكيبورد، جدا ابهرني صراحة وبيستحق الشراء. اذا بدكم روحوا شوفوا الفيديو تبعه. بالنسبة للماوس فاخذت الهايبر اكس الهيست وايرلس، نفس الماوس اللي كانت عندي هنيك. صراحة اللي عاجبني فيها انه الشيب تبعها جدا متعود عليه، يعني مسكتها جدا مريحة بالنسبة لمسكة ايدي. بالنسبة للسماعة كمان الهايبر اكس الكلاود الفا اس، ما لا افضل صوت ابدا صراحة. بالنسبة للسماعة اخذها بسبب الراحة، هذا السبب الاساسي. بالنسبة للماوس باد فكان عندي الجي 640 من لوجيتيك، وكانت عاجبتني صراحة، ولكن خامتها ما هي افضل شيء، تنتزع مع الوقت وما لها مخيطة على الداير، فهيك بتفتل شوي مع الوقت. فجبت ماوس باد من جلوريوس، وصراحة ظريفة ما فيها اي شيء. اخذت شوية وقت لتعود عليها لانه كانت اسرع من الجي 640 من لوجيتيك اللي كانت عندي. مسألة تعود. الماوس باد ممتازة، بس انا بالاول هيك ازعجتني لانه ما كنت متعود على سرعتها، اضطريت اني نوص السنس تبعي بكم لعبة. اعتقد ما زاد شيء مهتمين فيه، يعني اكيد جبت معدات التصوير، رجعت جبت كي لايت مع ستاندو، جبت ستاند للكاميرا. هالامور انتو معظمكم ما مهتمين فيها. ميكروفون نفسه الكواد كاست. وهون بنجي للسؤال اللي بعده، هل ناوي تستقر بالسعودية؟ وصراحة هذا السؤال انا نفسي ما بعرف اجابته. يعني اذا الامور تيسرت الله فتحها علي اكيد رح استقر، اذا الامور مكلكعة مع الوقت لقيت انه وضعي كان بمصر احسن فغالبا ممكن فكر ارجع. فما بعرف صراحة شو بدي جاوبكم على السؤال. يعني فيكم تقولوا هذا الفيديو فيديو مختصر دردشة هيك، حبيت دردش فيه لانه كتير ناس عم تسألني عن هالقصص. برجع بقلكم صراحة انصدمت جدا بالاقبال اللي اجى على الفيديو السابق تبع السفر. شكرا لكم جميعا. طبعا في ناس سألت، في ناس حبت تساعد، مع انه فعليا ما اجاني مساعدة مباشرة، ولكن في ناس حاولت تساعد قدر الامكان. شكرا لكم جميعا. لا تنسوا تضبطونا بالاشتراكات، قربنا نوصل 100,000 مشترك، هانت ما زاد تقريبا غير شي 5000 مشترك. تلاقيني حاطط لكم درع يوتيوب هون هيك وحركات. طبعا اكيد شكرا لكل المنتسبين للقناة يلي ما وقفوا الدعم حتى بانقطاع المحتوى، وشكرا لكم جميعا للمشاهدة. ارجعوا تسلوا بهذا الفيديو. السلام عليكم.